الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. استكمالا للموضوع السابق والحديث عن القضية الكردية والقضية الفلسطينية ونقاط التقاطع بين القضيتين. أنا حابب اليوم أحكي عن العلاقة الكردية الإسرائيلية. وهي العلاقة هل صحيح هي بمستوى الخرافات والأوهام التي يروج لها بعض العرب من جهة، ومن جهة أخرى هل هي بالفعل يعني كمان في خرافات وأوهام عند الأكراد أنه في أولوية الصراع ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين كفة إسرائيل ترجح. طيب كيف ترجح؟ لماذا ترجح؟ على أي أساس هذا الموقف؟ ماذا فعلت إسرائيل للأكراد حتى ترجح أو حتى ترجح كفة إسرائيل؟ راح أحاول هيك ولو في عجالة أركز على هذه النقاط. العلاقات الكردية الإسرائيلية إنجاز التعبير يعني علاقات قديمة. ليست الكردية اليهودية، يعني هي علاقات قديمة. بعض السبي اليهودي واستقرار يعني أو توطين اليهود في المناطق بلاد ما بين الرافدين. جزء منهم كان في مناطق اللي يقطنها الأكراد وبقوا هناك يعني على امتداد قرون وعصور، وفي مناطق عقرة وضهوك أربيل، المناطق كردستان كان يوجد فيها يهود أصولهم تعود إلى تلك الحقبة. وبالتالي ما كان في مشاكل بين الأكراد واليهود مثل ما كان في مشاكل بين العرب واليهود كمان، يعني في دمشق أو في بغداد أو في أي مناطق، يعني حتى في فترة فلسطين قبل ظهور الحركة الصهيونية اللي حاولت تأسيس الدين اليهودي واعتمادا على الإنجليز إقامة وطن اليهود وما يعرف يعني بوعد بلفور وهالقصص هي. فالعلاقات اليهودية الكردية هي علاقات قديمة، علاقات تعود إلى تلك الفترة، يعني مثل العلاقات بين الأكراد والعرب. ما كان في شيء هيك يميز رغم بعد ما يعني دخول الأكراد الدين الإسلامي، هالمشاكل ما كان في بين الأكراد واليهود. والأكراد عموما يعني الإسلام اللي عندهم هو إسلام معتدل، ما عنده يعني الله هم في بعض الحالات الاستثنائية اللي بينبذها الأكراد أنفسهم، يعني ما يعني ما لازم نحمل الأكراد وزر بعضهم الذين اشتركوا مش كل القبائل، مش قبائل كمان، حتى عوائل، يعني على مستوى العوائل في الفرق الحميدية اللي السلطان العثماني عبد الحميد اللي سواها وأبادت الأرمن. يعني أحيانا في بعض الأخوة الأرمن أو السريان بينسوا الزعيم أو المؤسس أو صاحب الجيش وبيتذكروا بعض الأكراد، بينسوا أنه قسم كبير من الأكراد رفض الانخراط في الفرق الحميدية بل وقاومها وأنقذ كثير، يعني الآلاف من العوائل الأرمنية، لكن بيتذكروا أنه والله في الفرق الحميدية كان في شيء اسمه أكراد. هل الأوهام والخرافات اللي تتوارثها الأجيال موجودة فيما يتعلق بالموضوع الكردي الإسرائيلي كمان؟ يعني إسرائيل لما أعلنت عن نفسها في 48 ويعني الأكراد ما عندهم شيء لحتى يسجل عليهم كموقف. يعني في 48 لا كان في أحزاب كردية، لا كان في دولة كردية، لا في سلطة كردية لحتى تعلن موقفها مما يجري في فلسطين. أصلا الأكراد وقتها كانوا في عزلة تامة وكانوا خارجين من جمهورية
جمهورية كردستان في مهاباد التي انهارت وفق يعني السردية المعروفة والمتداولة يعني. فما كان في شيء للأكراد حتى يستندوا عليه ويشاركوا في حرب فلسطين. ما في شيء يعني، ما في لا قوات عسكرية كردية مثل ما كان موجود في البلدان العربية وقت ذاك. فما فينا نسجل نقطة على الأكراد في هذا الخصوص. في حرب ال67 كمان نفس العملية يعني. الأكراد ما كان عندهم شيء في تلك الفترة. في حرب ال73 الأكراد كان لهم موقف واضح يعني. ملا مصطفى برزاني أوقف صراعه مع الجيش العراقي. الجبهة الشمالية في العراق كانت خامدة في فترة حرب أكتوبر، الحرب اللي هزمت فيها إسرائيل. يعني إسرائيل انتصرت في حرب 48 في 67، لكن هزمت في حرب 73. هلا الضغط الكردي على الجيش العراقي ما كان راح يشكل شيء يعني. ما راح يخفف على الجيش الإسرائيلي أو حرب أكتوبر. لا، بس القضية قضية معنوية يعني. يعني حتى انه الجبهه الكرديه كانت خامده او ساكته او ما فيها اطلاق نار من الجانب الكردي تجاه العراق. النظام العراقي لم يحترم هذا الموضوع. النظام العراقي اللي كان صدام حسين كثير بيحكي عن الأخلاق وعن العادات العربية والمسائل هي، لم يحترم في ملا مصطفى البرزاني هذا الموقف الإنساني النبيل، أنه وضع الخصومة جانبا عندما كان العرب والإسرائيليون مشغولون بحروب. رغم أنه ملا مصطفى البرزاني يعني علاقته مع الإسرائيليين كانت موجودة، وهو زار إسرائيل، وهذا شيء موثق مش سر يعني. يعرفوا الأكراد ونشروه الإسرائيليون، و مش سر في هذا الخصوص. إذا ملا مصطفى ضحى بالعلاقة مع إسرائيل في سبيل موقف تسجيل موقف تاريخي مع العرب. مع الأسف الكثير من العرب يتناسون أو يجهلون أو بيعرفوا ويتجاهلون هذا الموقف اللي بدر من ملا مصطفى البرزاني في ذلك الوقت. فإذا خرافة وهم إسرائيل الثانية إمتى بلشت؟ من الستينات، من مطلع الستينات، لما ملا مصطفى أعلن أو صار في ثورة أيلول أو صراع ما بين الأكراد ونظام عبد الكريم قاسم في ذلك الحين في تلك الفترة يعني. فالنظام السوري بعت لواء أو كتيبة من الجيش، وصار هيك يسوق لفكرة إسرائيل الثانية، وانه اذا صار وطن قومي للاكراد رح يكون مثل اسرائيل الاولى، ومن هالقصص هاي يعني. فهاي الفكرة وهالكلام ترسخ بين العرب يعني من فرط وبين حتى الفلسطينيين يعني. بس لو إسرائيل بدها فعلا تعمل إسرائيل تانية لكانت ساوت وما حدا يعني كان منعها. الآن نحن في 2020، لو إسرائيل بدها تساوي دولة كردية بدها تساوي. اللي جاب الإمارات واللي جاب السودان والمغرب وبلدان عربية أخرى على يعني طريق الاتفاقات السلام مع إسرائيل، فيها تساوي دولة كردية وما حدا بيعترض. ما حدا رح يقول لإسرائيل أنت ليش هيك عم تساوي، لا الأتراك ولا الإيرانيين. أصلا الإيرانيين بدهم رضا إسرائيل، الأتراك بدهم رضا إسرائيل. هذا الكلام الإعلامي والزعبرات والشعارات هذا كله كذب. ما في شيء يعني. بس إسرائيل ليس لديها بالفعل، ليس لديها هم كردي. ليس لديها ضمن استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط إقامة دولة كردية. لو كان بدها تساوي هيك لكان ساوته من زمان، من الستينات. لكانت الدعم اللي قدمته إسرائيل للملا مصطفى البرزاني من ال 65 لا قبل ال 75 هو للضغط على الحكومة العراقية، وليس يعني لسواد عيون الأكراد أو للملا مصطفى البرزاني. الأكراد ليسوا مديونين لإسرائيل في شيء
يعني إذا انتهينا هلا حاليا من القسم العربي وتأكدنا من خرافة إنه العلاقة الحميمة والوطيدة والعميقة بين الأكراد والإسرائيليين، هاي الأكذوبة وهذا الدجل اللي بتسوقه التيارات القومية العربية والتيارات الإسلامية اللي هي خليط من القومي والديني، وكل ما يعني دق الكوز بالجرة بيطالعوا هالموضوع. مثلا في استفتاء كردستان العراق، هل أحيوا هالمقولة يعني، وصارت هيك مثل العلكة اللي بيتداولوها من تم لتم يعني. ولا يعني ونتائج الاستفتاء أكد بطلان وبهتان هاي الاتهام تجاه الأكراد، أنه لو إسرائيل فعلا كانت مع هاي الاستفتاء مع استقلال كردستان لكانت حركت اللوبي الإسرائيلي في أمريكا وفي أوروبا وفي روسيا وفي كل العالم، ولا كان العالم كله مع استفتاء واستقلال كردستان عن العراق، ما صار هيك شيء. فإذا هي الأكذوبة بطلوها، هالخرافة هي حطوها على جنب بطلوها. هذا فيما يتعلق بالموضوع العربي. الآن على الموضوع الكردي، هلا في بعض الأكراد هيك قاتلين حالهم على إسرائيل، يعني في منهم هيك سرا وفي منهم هيك وقاحة وعلنا فيما يتعلق بدعم إسرائيل. في أحيانا بيقولوا ما لنا علاقة، هذا صراع إسرائيلي فلسطيني، ما لنا علاقة بهذا الخصوص، يعني وكأنه هيك جردوا من مسائل الإنسانية. شلون ما لك علاقة؟ إنسان مثلا بريء يقتل في الهند أو في الصين أو كذا، ما عندك حس تتضامن معه؟ يعني تقول يا هذا البني آدم ليش انقتل؟ يعني مثلا هالحس الإنساني هالخلق هذا ما عندك منه يعني؟ ما بهالحجن، وما ما هذا الصراع ما لنا فيه يعني. وليش في إلنا قضايانا وفي إلنا أمومنا ومشاغلنا يعني على أساس التضامن الكردي آكل بعضه، آكل بعضه، يعني الوحدة الكردية والتلاحم الكردي. إذا أنت تضامنت مع الفلسطينيين ضد الفاشية الإسرائيلية، هذا التضامن الكردي رح ينهار. البيت الكردي راح تشب فيه النيران ويزداد شقاقا. شو الخرافة هالأكذوبة هاي يعني؟ ما لنا علاقة هذا جزء. الجزء الثاني بيتضامن هيك نوع من المشروطية. أنا حكيت في الفيديو السابق حول هذا الموضوع وفي مقالي كمان، انه والله والافضليه انه انتم يا فلسطينيين كنتوا كذا كذا كذا، ومع ذلك انه هذا التضامن اللي ينطوي على المنيه والافضليه والمدح الذات، هذا اصلا يفقد جدواه يعني يفقد جدواه الاخلاقي والانساني. وما بيقولوا شخص هيك بيحترم حاله يعني، او بيحترم الجانب الاخلاقي، انه ما يحط شروط على قضيه التضامن، انه انا اتضامن معك انت تتضامن معي. المساله مو هيك يعني. المسألة مش تجارة يعني أنا حكل لي لحكل لك. المسألة أخلاقية، مسألة إنسانية. ما بد ما فينا نحطها على طاولة التفاوض والمقايضة. تضامني في مقابل تضامنك، ومن هالقصص هاي ما بتتضامن معي أنا ما بتضامن معك. هذا حكي التجار، هذا مش حكي مثقفين وأدباء لهم علاقة بالقيم والأخلاق والمسائل هاي كلياتها. أو يعني إبراز الحجج أمام أنا متضامن مع الفلسطينيين وأنا ماني مضطر كل يوم أبرز تضامني، لأنه ما حدا طالب منك إنك كل يوم تبرز تضامنك يعني. ما حدا طالب منك، بس أنت خلي الناس التانيين كل يوم كل ساعة. الناس أحرار تتضامن. هن لما واحد كردي يتضامن يوميا مع الفلسطينيين في كل حدث في كل مأساة، هذا لا يعني أنه يستهدفك إلك. ما بيقول لك انه تعال صير مثلي اتضامن كل يوم، لا، انت خلاص انت تضامن كل سنه مره وزور الفلسطينيين ولو في السنه مره، يعني انسانيا واخلاقيا وتضامنيا يعني. هالقصص كمان موجوده في الساحه الكرديه ثقافيا وسياسيا. طيب هلا طيب هلا يعني لنأخذ التضامن أو لنأخذ الانحياز بين قوسين لبعض الأكراد مع الفلسطينيين على محمل الجد، ونرى يعني مقابل ماذا؟
يعني الواحد لما بيسمع كلامهم وكأنه خيرات إسرائيل طوفنت الأكراد، يعني غمرت الأكراد سيول من النعم والمكارم، والأكراد هيك محرجين جدا نتيجة الأفضال والخدمات اللي قدمتها إسرائيل للأكراد. وين هاي الخدمات؟ خلي يجي واحد مثقف سياسي يجي ويقول لي انه في اللحظات المصيرية، في اللحظات الحاسمة، الاسرائيليين كان لهم موقف نبيل وموقف جدي، مش موقف فيسبوكي ابن نتنياهو يشتم الاتراك او نتنياهو يحط صورة العلم الكردي. بدي موقف استراتيجي، بدي موقف فعلا يصادق على كلام بعض المغرضين العرب بيقولوا إسرائيل تانية. يعني لو إسرائيل فعلا لو إسرائيل عندها مشروع كردي، دولة كردية أو إسرائيل تانية بين قوسين، لكانت ساوته. إسرائيل تانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة ولا ساوت، والآن حاليا عم تساوي، حاليا عم تجر البلدان العربية. طيب هل تجرأت إسرائيل وقالت أنه أنا سأفتح قنصلية؟ الأتراك تجرؤوا، الإيرانيين تجرؤوا في كردستان، إقليم كردستان العراق الفيدرالي. هل تجرأت إسرائيل وقالت أنه أنا راح أفتح قنصلية؟ تتجرأ تفتح في قطر، في الإمارات، وفي ما بتقرب صوب الأكراد. والاكراد متهمين وهالتهمه انه والله اسرائيل ثانيه وما بعرف شو من هالقصص وهالخرافات. يا صديقي الكردي، يا عزيزي الكردي، انت جيب لي في التاريخ شيء غير فترة ال 65 لل 75 الدعم اللي قدمته، مش لسواد عيون الأكراد كمان، يعني الدعم اللي قدمته إسرائيل للملا مصطفى البرزاني وقطعته، وأمرت الشاه بأن تقطع المساعدات عن نتيجة عن ملا مصطفى والثورة الكردية والنشاط الكردي. وفي أحلك الظروف في فترة ال 74 ال 75، يعني إسرائيل توقفت متفرجة والثورة الكردية تنهار. هلا واحد لو عنده مصلحة تجارية في مؤسسة معينة، في بنك معين، وحاطط فيه دم قلبه وجهده وفلوسه وسلاحه، ويشوف هل انهيار هذا ويقف ساكت؟ في منطق؟ يعني لا، يعني حتى اليهود ما بيسووها. اليهودي الأصلي اللي بيحترم فلوسه وسلاحه ما بيساويها. لو فعلا يهودي أصيل، يعني أنتم معروفين يعني في أوروبا وفي الأدب وفي يعني قصص اليهود والمال والمصائل هي معروفة يعني. يعني طيب، ثورة أيلول وثورة ملا مصطفى برزاني، أنت لنفترض أنه أنت يا حضرة إسرائيل دفعتي فلوس ودفعتي أموال ودفعتي أسلحة وكذا ومن هالقصص كلها، وعم تشوفي هذا الجهد يا نهار، ما تروحي تنقذي الموقف؟ لا. أنا هي بقولها يعني، وهذا رأيي، من يقف وراء هزيمة ال 75 هي إسرائيل. إسرائيل هي التي قالت للشاه اقطعي المساعدات وادخلي في مفاوضات مع صدام حسين وأحمد حسن البكر وهواري بمدين ومن هالقصة. إسرائيل التي نحن الأكراد بنحكي كثير عن ستالين وخان الجمهورية الكردية في مهابات وما بنحكي عن إسرائيل. إسرائيل اللي غدرت، هذا رأيي، اللي غدرت بثورة ملا مصطفى برزاني، وغدرت بملا مصطفى شخصيا يعني بهذا الخصوص. هذا رأيي وأنا بتحمل مسؤوليته. يعني إسرائيل اللي تقف وراء هزيمة 75. لو إسرائيل كان بإمكانها فعلا توقف يعني الاتفاقية، كانت عرقلتها. لأنه إذا الشاه وصدام حسين إذا اتفقوا وصار في سلام بيناتهم، اكيد رح ينعكس سلبا على اسرائيل، لانه على اساس انه اسرائيل هي في صراع مع العرب والامه العربيه، ومثل ما هو وارد في نشيدهم القومي الديمقراطي يعني. فيعني بكرر يعني، يا حضرة الكردي، جيب لي بس مثال واحد، جيب لي مثال واحد انه اسرائيل كانت مع حقوق الاكراد في الارجنتين، في الموزمبيق. اسرائيل كانت يعني إلها سهم في استقلال قرية كردية في غواتيمالا، استقلال بلدة كردية في سريلانكا. وانا رح اكون معك واقول يلا مش مشكلة، نتضامن مع اسرائيل مثل ما
الفلسطينيين بيتحججوا برجب طيب أردوغان ويقولوا ساعدنا في المحنة والأزمة، فنحن شو لنا علاقة بالأكراد، نحن مع رجب طيب أردوغان السلطان الإسلامي الخليفة الضراب ما بعرف شو، رح نفس الحجة نحن كما بنقولها. بس ما في قد ما خدم رجب طيب أردوغان الفلسطينيين، إسرائيل ما خدمتنا. بس جيبوا لي اقنعوني انه فعلا اسرائيل خدمت الاكراد، يعني سكروا تمنا وعيوننا بخدمات اسرائيل لحتى نكون معاكم مع اسرائيل وضد الفلسطينيين. ما في هيك شيء. يعني على اي اساس بدك يعني ما اتضامن مع الفلسطينيين ضد الفاشيه الاسرائيليه وجرائم الحرب الاسرائيليه؟ يعني ما في هيك منطق. يعني حتى ولو كان هذا الموقف صحيح، جرائم حرب ينبغي أن ندينها، اللي ساعدنا واللي ما ساعدنا. يعني نخرس؟ يعني بدكم يانا نسكت حتى ولو كان إسرائيل وراء دولة كردية، معناته نسكت عن جرائم هذه؟ بس ما في هيك شيء أصلا. يعني حتى لو كان إسرائيل وراء استقلال كردستان بكرة، أنا رح أكون ضدها إذا ارتكبت جريمة حرب، وأنا رح أكون معها إذا فعلا دخلت في سلام عادل وشامل مع الفلسطينيين. طيب هاتوا جيبوا لي يعني منطق بيقول انه بضدها تتبين الاشياء. شو خدمتنا اسرائيل في خلال هاي الفتره هي؟ اخر نموذج واخر مثال هو استفتاء على استقلال كردستان. يعني لو فعلا اسرائيل خدمتنا كنا نقول مش مشكله، كنا رح نبرر نفس تبريرات الفلسطينيين انه في فتره من الفترات يعني صدام حسين خدم الفلسطينيين، امن لهم وظائف، نصف مليون بني آدم فلسطيني كانوا بيعيشوا في العراق، قدم لهم أسلحة، قدم لهم أموال. ما في هيك شيء. يعني لو إسرائيل قدمت للأكراد ما قدمه نظام صدام حسين كنا نقول مش مشكلة. ما قدمه نظام صدام حسين للفلسطينيين إسرائيل بنفس المستوى قدمته لنا، كنا نقول يلا والله فعلا كان لها مواقف نبيلة ومشهودة وما ما في. هلا جيبوا لي يعني لنفترض انه الاسرائيليين لهم مشاكل مع اكراد تركيا حليفة اسرائيل، واسرائيل مع تركيا ضد الاكراد. طيب هلا في سوريا بعض الأكراد كانوا مع الفصائل الفلسطينية، مثلا صلاح بدر الدين كان في لبنان، وصلاح بدر الدين عرض خدماته على العراقيين، والعراقيين عن طريق حركة فتح ومنظمات فلسطين بيبعثوا له فلوس وبيبعثوا له كذا، ويحاولوا مثلا يدعموا. طيب جيبوا لي وثيقة تثبت أنه إسرائيل حاولت تقديم الدعم لحزب كردي، ولنفترض بدر الدين مش غيره، يعني ضد النظام السوري. ما في هيك شيء. حتى ضد النظام السوري يعني إسرائيل ما خلقت حالة من الضغط على النظام السوري فيما يتعلق بحقوق الأكراد. مش قضية تسليح ودعم وما هيك قصص. يعني لو إسرائيل روجت للقضية الكردية في سوريا ضد النظام السوري على زمن حافظ الأسد، على زمن بشار الأسد، كنا نقول يلا مو مشكلة، والله الإسرائيليين وقفت مع أكراد سوريا. إيران اللي حاليا صراع دموي وما بعرف شو بين على أساس صراع على النفوذ وحزب الله. إيران تدعم حزب الله الإيراني اللبناني الإيراني ضد إسرائيل. إيران دعمت. هل إسرائيل دعمت حزب كردي؟ قالت للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بفصيلي خذوا سلاح وخذوا فلوس وخذوا يعني هزوا عروش الخمينيين في إيران؟ ما في هيك شيء. الموساد اعتماده كله عن عناصر أخرى ما له علاقة بالأكراد. خلي الإيرانيين يبرزوا أو النخب الموالية لإيران في لبنان وفي فلسطين يبرزوا وثيقة أنه والله إسرائيل قدمت للحزب كردي فلاني أسلحة وأموال بالدليل الدامغ ضد إيران، لحتى نقول والله فعلا إسرائيل تحاول أن تدعم أكراد إيران بشكل أو بآخر تكتيكيا استراتيجيا. ما في.
طيب على أي أساس، على أي أساس أنا أو غيري أو أي راح يتضامن مش ويسكت عن جرائم الحرب الإسرائيلية اللي عم ترتكبها ضد الفلسطينيين؟ معقول يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع؟ شو ساوت لنا إسرائيل لحتى تسكتنا وتخرسنا وما ننتقدها يعني بشدة بقسوة بعد يعني مثقفين فيما يتعلق بالأزمة الموجودة هلا حاليا. هي أزمة قديمة يعني في فترة من الفترات هيك يزداد التهابه ومرة يخفض هذا الالتهاب، وهكذا هي يعني المأساة الفلسطينية والمأساة الكردية، وهي مأساة إسرائيلية كمان. يعني هل الإسرائيليين مع الأسلحة مع ترسانة الأسلحة الموجودة في إيدهم وفي جيشهم الذي لا يقهر وقهر يعني، هل يشعرون بالأمان؟ في عندهم إحساس بالأمان إنه نحن دولة آمنة مستقرة مثل لوكسمبورغ الموجودة هون في هي شارع مثل بلجيكا، مثل أي الإحساس بالأمان في ما عندها يا إسرائيل هذا الإحساس. السلاح والغطرسة وجرائم الحرب والإجرام والتطرف هذا ما راح يحقق لها سلام وطمأنينة وراحة بال، ما أبدا. السلام انه تقعد مع الفلسطينيين وتحترم التزاماتها. لو اسرائيل احترمت فعلا اتفاقية اوسلو والتزمت لكان يعني حكي تاني. بس في كذب. يعني مؤسف هذا الكلام يعني. اسرائيل ما بتحب حدا اطلاقا، ما بتحب حدا، بتحب بس نفسها. طيب حبي نفسك بس لا تكرهي الاخرين، لا تكرهي الفلسطينيين، لا تكرهي العرب، لا تعلمي الأجيال يعني في النشيد الوطني تبعهم. شوفوا حجم الدماء وقطع الرؤوس والسفك الدماء الموجودة في النشيد الوطني الإسرائيلي. حتى الأكراد والعرب يعرفوا نحن بننتقد إسرائيل، ما لنا يعني عداوة للسامية ومن هالقصص التافهة يعني. مش ما في عداء لليهود اصلا اليهود واسرائيل مديونه للاكراد يعني. يعني لما بتشعر بالمديونيه تجاه السلطنه العثمانيه فيما يتعلق بالجرائم التي لحقت بيهود اسبانيا وهجرتهم الى السلطنه العثمانيه، فهي ينبغي ان تحترم هي اسرائيل واليهود ككل ان يحترموا الاكراد في فتره السبي البابلي والعلاقات واستقرار اليهود بين في المناطق الكرديه اللي يعني ما صار لليهود مثل ما صار في يهود في المناطق الكردية، مثل ما صار في يهود يثرب والمدينة هلا ما في شيء بيثرب ومدينة اسمها يهود. هلا اليهود راح يقولوا والله يثرب وطن قومي لأنه نحن كنا موجودين هنيك قبل 1400 ألف وما بعرف شو. بالمحصلة يعني فيما يتعلق بالجانبين، الجانب اللي بيحاول يسوق لإسرائيل على أكثر من مستوى وهم موجودين، مش كل الأكراد هيك، ليكن العرب على علم بهذا الخصوص يعني. أبدا لا يمثلون المزاج الكردي العام هؤلاء يعني، اللي بيحاولوا يلتمسوا الأعذار أو اللي بيحاولوا يتضامنوا على مضض أو اللي بيتضامنوا بشكل مشروط أو اللي يعني بيقولوا أي أنا مثل ما أنا صايم الدهر شو اللي بالصيام، أنا تضامنت مع الفلسطينيين في مش مضطر قياما وقعودا قبل العشاء وبعد العشاء وأتضامن مع وبطريقة هيك ساخرة يبدي يعني سخريته من تضامن الأكراد الآخرين مع الفلسطينيين. يعني أنا ماني مستعد إنه شو يعني هل هالتفاهة في التعامل مع القضايا يعني. عموما بس أنا كنت حابب هيك تكون الأمور واضحة للجانبين، يفصلوا ما يعمموا يعني انه ما بين نموذج فاسد من الفلسطينيين متطرفين اسلاميين قوميين ما بعرف شو، وهؤلاء اللي يكرروا ويعيدوا يزيدوا في خرافة الأكراد وإسرائيل ومن هالقصص، والنموذج الكردي اللي عايش على أوهام وخرافات إنه والله إسرائيل
بتدعم الأكراد ومع الأكراد ومع موقفه. وين يا حبيبي وين يعني الأمور بنتائجها. جيب لي نتيجة واحدة، جيب لي موقف واحد. يعني الإسرائيليين بيتعاملوا معك، ترفع العلم الإسرائيلي في مكان، هم كمان بيرفعوا العلم الكردي. يعني الإسرائيل كدولة كبيرة أو هيك بتقول عن حالها وعظيمة وبتتحكم بالدنيا، بتتعامل معك مثل تعامل الفيسبوك. تعمل لي لايك بعمل لك لايك، تعمل لي شير بعمل لك شير، بتقرا المناشير تبعي بقرا المناشير. هيك إسرائيل هيك بتتعامل مع البشر الأكراد اللي بيرفعوا العلم الإسرائيلي أو ما في شيء عملي على الأرض، شيء استراتيجي صلب متين، ما في شيء. حتى ولو كان في، مثل ما قلت يعني، حتى ولو كان في هيك شيء، إسرائيل إذا ارتكبت جرائم حرب ستدان. كردستان إذا ارتكبت جرائم حرب سأدينها. نظام كردي قائم في دولة كردية مستقلة تعمل انتهاكات في حقوق الإنسان راح انتقده ودينها وبشدة. مش قضية ولاءات واصطفافات وهويات وهيك مسألة. هذا يعني أنا وابن عمي على أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هيك هذا مش سلوك المثقفين اللي لهم علاقة بالقيم والأخلاق والمسائل هي كلها. أنا آسف على الإطالة مرة ثانية، بس لكن أنا شفت أنه يعني من الضروري بمكان أنه هاي النقاط أوضحها للأصدقاء والصديقات العزيزات، سواء الأكراد منهم أو الفلسطينيين وحتى الإسرائيليين كمان، اللي ما لي صداقات معهم لكن بيتابعوا، بيشوفوا الناس شو بتحكي، بيتابعوا بيشوفوا الناس شو بتكتب، ومواقف الناس وآراء وانطباعات الكتاب والمثقفين هنا وهناك. شكرا كثير وألقاكم على خير.